أهم الأخبار اللي موجودة معانا النهاردة أولها إن في 5 أحداث جديدة لأول مرة في مونديال قطر، والحقيقة إن نسخة 2022 نسخة استثنائية في كل شيء، يعني في موعدها إن هي لأول مرة بتقام في الوطن العربي، ولكن في 5 أحداث جديدة جدا، منها حاجات ليها علاقة بتقنية المباراة وتقنية التحكيم بشكل أدق يعني. وأول الأحداث المختلفة دي عن تقنية تسلل شبه آلية. طبعا التسلل والأوفسايد دي واحدة من الحاجات اللي ياما قامت عليها خناقات وقصص وحكايات، وياما أخطاء ليها علاقة بالتسلل حولت مسار بطولات وماتشات محليا وعالميا. عشان كده في مونديال قطر هيبقى فيه تقنية شبه آلية، يعني مش هيبقى فيه تدخل من حكم المباراة ولا حتى من تقنية الفار، يعني دي حاجة بعيدة عن الفار، عن طريق 12 كاميرا مثبتة تحت سقف الملاعب ومتوصلة بالكورة. الكاميرات دي بتقنية معينة، تقنية شبه آلية متوصلة بالكورة نفسها، الكورة اللي هتلعب بيها المباريات دي برضو كورة جديدة خالص، ليها علاقة بأن فيها زي أجهزة استشعار عشان تقدر تتابع كل التفاصيل الخاصة بالكورة، من ناحية سرعتها، القوة اللي اتشاطت بيها، كل التفاصيل اللي بتحصل للكورة دي هيتم نقلها عن طريق بعض أجهزة الاستشعار. وكمان هتساهم في تحديد التسلل من عدمه عن طريق ان الكورة دي مربوطة بال 12 كاميرا، مربوطة ب 29 جهاز استشعار من أول ما الكورة تطلع من رجل اللعيب اللي عامل الباس لغاية لما توصل للعيب اللي متشاطة ليه الكورة، اللي التمريرة معمولة له. من أول ما تتعمل التمريرة من رجل اللعيب اللي بيمرر هيتم وجود شكل من أشكال التواصل والاتصال ما بين ال3 تفاصيل دول، اللي هي الكورة مع الكاميرات ال 12 كاميرا المثبتة تحت سقف الملعب مع 29 جهاز للاستشعار، عشان بتقنية شبه آلية يقول لك الكرة دي اوفسايد او مش اوفسايد، تسلل ولا لا. شبه التقنية بتاعت خط المرمى. مش عارفين حضراتكم كده ان في تقنية لخط المرمى اللي هي عين الصقر، اللي هي اول ما الكرة بتعدي بكامل استدارتها وكامل هيئتها خط المرمى بيتم احتساب الكرة هدف. وساعات كتيرة جدا ده ما بيبانش في حركة اللعب العادية، بيتم الاحتكام لعين الصقر زي ما حصلت قبل كده في اكتر من لقاء، وتحديدا في الشامبيونز ليج والدوري الانجليزي، وكانت بتبقى على يعني 3-4 مللي يعني. فهي بنفس الطريقة تقريبا هيتم احتساب التسلل، وطبعا دي حاجة هتريح الحكام والجماهير واللعيبة وكل حاجة. شوية بيبقى فيها تأثير على ان اللعب يبقى شغال ومستمر طول الوقت، ولكن في الاول وفي الاخر العدالة اهم من اي شيء تاني. كمان من الحاجات اللي هتحصل فيه ده اللي انا بكلمكم عليه يا جماعة، وتم تجربتها، يعني تم تجربة التقنية دي اللي هي زي ما كنت لسه بقول لكم بتتواصل ما بين الكورة وما بين الكاميرات المثبتة تحت سقف الملعب، و29 نقطة بيانات بيتم التواصل ما بين ال3 جهات دول او ال3 عناصر دول، عشان من خلالها يتم الاحتكام او يتم التأكد من قرار التسلل ولا لا بشكل شبه آلي. كمان من التفاصيل اللي هتحصل لأول مرة في مونديال قطر 2022 ان لأول مرة هيكون في محكمات للساحة. يعني دايما كنا بنشوف حكم مساعد ممكن من السيدات، ولكن لأول مرة هنشوف محكمات وهنشوف حكم ساحة سيدة في لقاءات قطر 2022. دي من الحاجات اللي هيتم استحداثها وهيتم البدء في تطبيقها في مونديال قطر 2022. قلت لحضراتكم عن الكورة. في حاجة بقى تانية حلوة جدا ومهمة جدا، وبشوف ان هي يعني فيها روح القانون وروح التيم، روح فريق العمل بشكل كبير جدا. لو تتذكروا حضراتكم، يعني اللي جه في بالي وقت انا بتكلم معاكم، احنا عارفين انه اللي بيبقى عنده انذارين بيغيب عن الماتش اللي بعديه. فانت لو بتلعب في دور مثلا المجموعات اخدت انذارين في اول لقاءين، الماتش الثالث ما بتلعبوش. وكان ده بيتم الاحتكام اليه في كل الادوار الخاصه ببطوله كاس العالم او حتى البطولات الاخرى. يعني انت لو عندك انذارين وجيت تلعب ماتش دور الثمانيه اللي هو دور مثلا ربع النهائي، ما بتلعبش دور الثمانيه،
بعد كده لو جيت عند ماتش دور الثمانيه واخدت انذار فما بتلعبش السيمي فاينل، لو جيت بقى في السيمي فاينل واخدت انذار تاني بتحرم من النهائي. تخيل كده اللي جه في بالي وانا بتكلم مع حضراتكم، لوران بلان اللي هو قائد منتخب فرنسا لما اخد انذار في لقاء السيمي فاينل كاس العالم فرنسا 98 وما لعبش النهائي قدام البرازيل، اللقاء اللي كسبته فرنسا 3-0. تخيل انت المونديال على ارضك في وسط جمهورك، واصل كاس عالم، هتحقق كاس العالم لاول مره في تاريخ فرنسا ما تلعبش كاس عالم، وحصلت قبل كده مع اكتر من لعيب في بطولات كتير على مستوى الانديه ومستوى المنتخبات. يعني ان انت ما تلعبش فاينل كاس عالم دي حاجه يعني حاجه صعبه جدا 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 جدا، اللي هو الحلم بالنسبه لاي عيل صغير بيحب الكوره انه يلعب في كاس العالم، ما بالك بقى انه يوصل لنهائي كاس عالم. عشان كده اللجنه المنظمه استحدثت قرار بشوفه جيد جدا جدا جدا، ان هيتم الاحتكام لنظام الانذارين حتى الدور نصف النهائي. يعني مع الدور ربع النهائي دور الثمانيه كل الانذارات السابقه سيتم الغائها، وتلعب بقى الدور نصف النهائي على نظيف. اخدت انذار ماشي مفيش مشكله، بس لو حتى يعني اخدت انذار خلاص انت ما عندكش انذارات من قبل كده، سجلك خالي نظيف من الانذارات من الادوار السابقه دور المجموعات وما تلاه، فانت هتوصل دور نصف النهائي وما عندكش اي انذارات. دي حاجه في حد ذاتها انا بشوفها حاجه جيده جدا، وحاجه فيها روح الفريق وروح العداله، وحاجه بشوف ان هي اتظلم فيها لعيبه كتير قوي، لان عادي وارد ان انت ممكن تاخد انذار، بس تاخد انذار تاني في توقيت صعب جدا، تلاقي نفسك ما تلعبش فاينل كاس عالم، فرقتك تتضرر، وانت كمان طموحك الشخصي ان انت تكون موجود في كاس العالم. دي حاجه كويس ان هم فكروا فيها وعملوها. الحاجه الاخيره طبعا واللي احنا كلنا عارفينها وهي زياده عدد التبديلات، ان لاول مره في كؤوس العالم والنسخه الحاليه من كاس العالم هيكون عدد التبديلات 5 تبديلات للمره الاولى في التاريخ.